وعلى رأي المثل صوت خلخالها سابق خطوتها. ده مثل شعبي قديم بيحكي عن رنة الخلخال. واحنا النهاردة هنكمل حلي من تراثنا المصري. الخلخال ده كانت فكرة منتشرة جدا في العصر القبطي والعصر الإسلامي وفي المجتمعات الريفية والبدوية، وكمان كان موجود في صعيد مصر وفي سيناء. ليه فكرة الخلخال كانت منتشرة جدا زمان؟ لأنه ما كانش بس للزينة، ده كان مهر العروسة، وكمان كان بيدل على الأنوثة والجمال. وزمان برضو كانت الناس طبقات، وكانوا بيلبسوا الخلخال من الفضة والنحاس، والأسر الميسورة كانت بتلبسه من الذهب. وكان ليه دلالات ومعاني كتير، زي مثلا كل ما كان الخلخال عريض معروف ان الست دي متجوزة، ولما يكون الخلخال رفيع معروف ان هي لسه انسة. وكانت الخلاخيل مقسومة لنوعين، نوع بجلاجل اللي هي الاجراز، ونوع سادة، وده ليه معنى وده ليه معنى. الست اللي كانت بتلبس خلخال بجلاجل معروف عنها انها ست قوية، وده اكبر اعلان لوجودها صوت الخلخال. اما كان اللي معظم بيلبسوه سادة فهي البنات الصغيرة اللي لسه ما اتجوزوش. وزمان في المعتقدات الشعبية كانوا مقتنعين انه بيحمي من العين والحسد، خصوصا معدن الفضة والنحاس زي العين والكف كده. بس الفضة كانت اكتر انتشار في الريف. نرجع تاني لصوت الخلخال لانه كان مرتبط بالفرح والانوثة، واتذكر في الأمثال وفي الأغاني الشعبية كتير لأنه رمز للست الجميلة القوية. وأخيرا خليني أقول لكم إن الخلخال بالذات ما كانش مجرد حلي، كان صوت وهوية وتفاصيل صغيرة بتحكي حكايات عن تراث مصري كامل. ولو عايزة تعرفي حكايات أكتر عن حلي من تراثنا المصري تابعيني، أنا اسمي سارة.